السلام عليكم. اليوم قصتنا مختلفة. صح هروب من السجن، بس مو أي هروب عادي، هروب بسيط وعجيب. قصتنا تحكي على امرأة عراقية اسمها سلوى الحديدية. الامرأة اللي انظلمت بس ما سكتت على ظلمها وهربت. خليكم ويا الفيديو حتى تعرفون تفاصيل أكثر على سلوى، ومشاهدة ممتعة. أقول لك، هاي السالفة مو مال تمثيل ولا سوالف قهوة. هاي سالفة صارت، لو مو كلها فنصها حيل قريبة من الواقع. واسمها سلوى الحديدية. ليش حديدية؟ مو لأن جسمها حديد، لا، روحها، صبرها، عيونها اللي ما تنزل دمعة بسهولة. سلوى انسجنت 15 سنة بتهمة قتل زوجها. الناس قالت مجرمة، بس اللي يعرفونها قالوا مظلومة، وبداخلها نار تاكلها كل يوم. زوجها اسمه جاسم، وياشمن كان يضربها، يهينها، يحبسها بالبيت، ما يخليها تشوف أهلها، وكانت تسكت. مو لأن ما تقدر، بس كانت ساكتة على مود ابنها، ولدها الصغير، قطعة منها. بس بيوم جاسم دخل للغرفة وسكران، وكان الطفل نايم على التخت، بس ما صحى بعد هالليل. ولدها مات، اختنق بحضن أبوه وهي تتفرج. ثاني يوم جاسم ما صحى، سلوى طفت بدمه وما نذمت. جابوها للمحكمة، ما سألوها، ما فتحوا الملف زين، قالوا هاي قاتلة، انتهى الموضوع. وانسجنت، دخلت سجن العدالة. كان بعمرها 34 سنة، بس بعينها تعب الخمتين. أول شهر ولا كلمة، ثاني شهر اشتغلت بالمطبخ، ثالث شهر حفظت وقت التفتيش، وقت تبديل الحرس، صارت تعرف كل شبر بالسجن. بس أهم شي كانت تراقب هدى، حارسة جديدة مكسورة مثلها، حالتها تعبانة، تبكي بالزاوية. سلوى اتقربت منها، صارت تحكي وياها، تسمع لها، تواسيها، وهدى تعلقت بيها وصارت تثق بيها. وسلوى ورا ظهرها كانت ترتب خطة. بيوم من الأيام سلوى قالت لها هدى، أنا مظلومة وما أريد أعيش بهالحيط، بس أريد أطلع أشوف ابني إذا باقي، أشوف أمي، أموت برا مو جوا. هدى ترددت، بس دمعتها نزلت وقالت أساعدك. الخطة كانت بسيطة وخطرة، يبدلون الملابس، وسلوى تطلع من الباب مثلها مثل أي حارسة. جت الليلة خميس ساعة 2:30 الفجر، السجن هادي والدنيا ساكتة. سلوى لبست ملابس هدى، حطت الطاقية وربطت شعرها، مشت نفسها مثل الحرس، وقلبها يدق مثل الطبول. وصلت للباب، قالت للحارس أبدل نوبتي، ومشت وقلبها على الوادم، بس عيونها على الثقل. عدت، طلعت من السجن. ورا يومين الجريدة نزلت خبر، السجينة تهرب من سجن العدالة بطريقة عريبة. بس ما خلصت السالفة. ورا كم يوم الشاهد الرئيسي بالقضية صار لحادث ومات. وراها بشهر المحامي اختفى، وقالوا لقوا سيارته بالنهر. آخر مرة شافوها بيها سلوى كانت تمشي بأزقة الكفل، لابسة عباية سودة، بإيدها صورة قديمة لولد عمره 5 سنين، وياها ورقة كاتبة بيها انظلمت وسكتت، بس الهروب صار صوتي. إذا القانون ما سمعني، الدنيا كلها راح تسمع. هواي ناس تهربوا من الحبس، بس سلوى هربت من الموت، من الظلم، من الذل، وقالت للعالم أني موجودة. وبهذه نهاية قصة هروب سلوى الحديدية. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا الاشتراك بقناة أصوات من العراق. دمتم في رعاية الله وحفظه.